لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ماشي. مين الحيوان اللي بيشتمني؟ ايه؟ مين الحيوان اللي بيشتمني؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقتي. تعالى لي يا زعتر. تعالى هفهمك. بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول لحضرتك، احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنبقى بنقول عليه انه جامد يعني. يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده جامد ابن كلب. مش قصدنا يعني ان هو والدته كلبه يعني، لا مؤاخذه، لا قصدنا ان هو عظيم جدا يعني. يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ده فاجر. مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قله ادب، لا قصدنا انه عظيم جدا. طب ما هو كلامه صح اهو يا اخوانا، امال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق، ما بيغلطش في حاجه يعني. كلامه صح ايه يا مستر عساف؟ ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجه. انا ما بفهمش في حاجه يا زعتر. انا قصدي حضرتك ان انت ما بتفهمش في اللي انت ما بتفهمش فيه، لكن في اللي بتفهم فيه فانت ابو المفهوميه فهيم. طب ما هو كلامه صح يا بنتي، هو امال في ايه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط. يا عم ده قال عليك راجل قفا. انا قفا يا زعتر؟ انا قصدي ان قفا حضرتك طويل وده يدل على تحمل المصاعب. طب ما انا فعلا بتحمل المصاعب يا ابني، امال في ايه؟ يا مستر ده قال عليك ان انت راجل مقطف. انا معطف يا زعتر؟ يا فندم افهم بس حضرتك، انا قصدي ان دليل على المقطف ده ان حضرتك اصولك من الفلاحين، والمقطف له ودنين، يعني حضرتك ليك ودنين زي المقطف بالظبط. طب ما انا ليا ودنين فعلا يا اخوانا، امال في ايه؟ انا مش فاهم ايه المشكله، الراجل ما قالش حاجه غلط خالص. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ قال عليك راجل حمار. بس قال راجل. بس قال راجل، انما حمار دي يعني ايه حمار يا ابني؟ انت مجنون يا ابني؟ ما انا هفهم حضرتك، انا قصدي ان حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك، ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكو زي الحمار. طيب فعلا، ما انا بروح بيتنا فعلا يا اخوانا كل يوم، الراجل كلامه كله حكم. يا مستر ده قال عليك ان انت راجل عبيط. انا عبيط؟ انا اسف، انا فعلا قلت عليك عبيط. انت قلت عليا عبيط؟ الصراحه دي قلتها، انت فعلا شكلك انت عبيط. متاكد؟ ايوه انت عبيط. ربنا يسامحك. مش هرد عليك لان انت انسان تافه. لان النهارده يوم عالمي جاي لنا فيه شخصيه عالميه مهمه جدا. الغلطه عندنا بفوره النهارده، اي هفوه في الاكل، اي غلطه هنروح في داهيه، لان جاي لنا النهارده المهراج الهندي. المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند. بس انا فهمت، كبير المهرجانات ده زي اوكا واورتيجا عندنا. كبير بتاعهم اكبر منهم شحته كريكه يعني. لا كبير المهرجانات ده كبير قوي. انا فهمت ولقطت المعلومه خلاص. الهنود انت فاهم يحبوا الرقص والمهرجانات، فاحنا لما يجي الراجل ده نستقبله بمهرجان اقوى من المهرجانات اللي هم مهرجاناتنا بقى. كله يسكت اسمع. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوات؟ هو مش حضرتك ايه قلت هو ده؟ قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل ليه في المهرجانات والفرفشه؟ عايزين نبسطه. طيب نعمل ايه؟ بقول لك مهراجة هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيرة في الهند، مش اوكا وارتيجا وشقلبة. في ايه؟ معلش غلطة بفورة. راجل لو لقى غلطة في ايه يا ماما؟ لو سمحت، هو المهرجة ده اسمه ايه؟ اسمه اكبر مهتمامة مهيتة في العالم. ايه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. انا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جدا وجاي طبعا مسؤولين مهمين. لو حصل غلطة في الاكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى.
عايزين نركز في اللي جاي. انا هديكوا شويه تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقول لك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في 5 ونكتمه في 4 ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا تمام؟ تمام. يلا نبدا تمرين. ابدا. 1 2 3 4 اكتم. 1 2 3 4 طلع في الحله. يلا تاني. هوبا. ثانية واحدة. عايزين حلل كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ انا. اطلع خطوه لقدام. انا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح ايدك. افتح. اهو. ارجع ورا. ما تفتحش بقى غير ما اقول لك. معلش انت راجل ظالم ومفتري. والله بيصعب عليا لما بضربه، بس انا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. تفتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس. مفيش تمارين نفس. نخش على التمرين اللي بعده. يقول لك ايه؟ الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه؟ يبقى خفيف على المعده، تمام؟ يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل. يلا. ايه ده؟ احنا مقدمين حربيه. هاخدكوا كشف جراحه لو ما نزلتوش. ننزل 10 بطن. يلا. ماشي. يلا ننزل. يا مستر انا بسرعة. بنت ما ينفعش. اخراسي. مفيش بنات هنا، مساواة في كل حاجة. ماشي. يلا 10 بطن. ثانيه واحده يا مستر. يا ابني ده ضغط. امال هو عايز ايه؟ عايز بطن. اللي هو ازاي؟ الشقلب. ايوه يلا 4 5 6. يلا يا ابني شوية. يا مستر انا حاسس ان انا هخس. تنيل على عينك كده هتتخن كده. واحد انت بتعملي ايه؟ بعمل انت بتولولي كده. قوم اقف. ايه الغباوة دي؟ 4 اغبياء. انا عمري ما شفت كده. واحد يبقى غبي 2 لكن 4. ايه الغباوة دي؟ مفيش بطن، مفيش نفس. هنخش على التمرين اللي بعده. ركزوا في حاجة، المهراج هيجي ينفخنا. ركزوا. هنعمل دلوقتي ايه؟ يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طيارة يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط، اي حاجه فيها طيور. طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور. مين الحيوان اللي اتكلم؟ اطلع خطوة لقدام. افتح ايدك. انا قلت لك تتكلم. افتح ايدك. اخلص. ارجع. يا ابني انت حمار. انت بتتضرب على دي بس ما تبدل. وانت راجل ظالم. والله بيصعب عليا لما بضربه. انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه. ركزوا معايا يا اخوانا، المهراج هيجي الغلطه بفوره. ركزوا. ماشي. تمام. ماشي. لا يا حبيبي، الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه؟ يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى. هتطبخ عيش بتاو في الطياره؟ امال في القطر هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ معلش يا مستر انا عايزك معلش. ارجع. انت يا ابني اللي هناك هتطبخ ايه في الطياره؟ مش هطبخ. يعني ايه مش هتطبخ؟ انا في الطياره مش هطبخ. انا بسالك، ده اختبار تجاوبني. مش هتطبخ يعني انا إيه؟ اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي. طب ارجع ورا. ارجع يا برنس. وانت هتطبخي ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك. هي دي الاجابات. الست بتتعلم، مش عارفه بتتعلم، لكن ما تقعدش ترغي وخلاص. كلكم اغبياء. الطباخ في الطياره مش محتاج يتعلم طبخ، محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط. يلا ننزل 10 ضغط. هكشف جراحه اقسم بالله. 10 ضغط. يلا. كنت دخلت شرطه. انزل. 10 ضغط. بس يا عم لا طلعنا فوق البوتاجازات ويقول لك نط نطه الثقه. انزل. يلا. يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر؟ ننزل ضغط. واحنا من شويه انا كده اخس والله. معلش يا حبيبي. انا عارف. يلا انا ننزل. هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها. انزل 10 ضغط. يلا 1 2 3. انت بتعمل وانا ايه؟ بعمل ضغط. انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ اهو. انت بتعملي ايه؟ ضغط. ده ضغط ده انت هتجيبي لي الضغط كده بالحركات دي. قوم اقف. لا نفس نافعين ولا بطن ولا اي حاجه. خلاص مفيش تمرينات، مفيش زفت. هنخش على الاسئله على طول. ماشي. المسقعه بتتعمل ازاي؟ المسقعه بتتعمل في السقعه، انما بقى لو عايزين نعملها في السخونيه نعملها مسخنه.
انت ماما عارفه ان انت هنا؟ ماما عارفه ان انت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وانا قلت نازل. لها ها؟ طب اطلع خطوه لقدام. اطلع. طب بالراحه والنبي. ولا خلاص. افتح ايدك، ما انت حمار، اعمل لك افتح ايدك. افتح. اللي هتفلت ب10. اللي هتفلت ب10. افتح ايدك. افتح. يا حمار ما تبدل الايد. انت بتضرب لعنه دي بس ده بقى تدخل من وشك. وانت راجل ظالم. اخرس، تتكلمش تاني غير اما اقول. يا عم والله العظيم هو السبب. انت ليه؟ قلت لي المسقعه اتلغت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملغي، افهم. انت ذاكرت ايه بالليل؟ بتنجان المحشي. ذاكرته ازاي؟ خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها. لا انت عبطه بقى. اخرس انت كمان. يلا جاوب، المسقعه بتتعمل ازاي؟ حضرتك المسقعه، بص افهم بقى، المسقعه بنجيب بتنجان عرايس بس أيوة. يكونوا عرايس لسه جداد لسه ما متجوزين. تكملش كلام. ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. ما تكملش كلام، بلا جداب بلا قدام. عرايس ما انا كنت هقول ما لك ده تكملش كلام. ما تكملش كلام، هات العصايه. ارجع ورا. انت هادي يا ابو طاقيه. مسقعه بتتعمل ازاي؟ ما بعملش مسقعه. ايوه ما بتعملش، ده اختبار، انا مش قصدي، انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي. انا ما بعملش مسقعه. أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي. انا برنس طب تقعد برنس في اي حته؟ في اي مكان. طب ارجع لورا. وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. هي دي الكلام، هي دي الاجابات. الست اهي بتسالني، انا اقول لها بعدين، انما انا ما بحبش الرغي كتير. خلاص نخش على الاكله اللي بعديها. مفيش مسقعه، وحياه امي ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش، مش داخله المطعم. ماشي خلاص في ايه؟ هنعمل اكله تاني، البصاره. البصاره بتتعمل ازاي؟ البصاره دي بتتعمل في البصره عشان هي اصلا اكله عراقيه، دي معروفه دي. دي حلوه اهي. حلوه والله. انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا؟ اطلع لي خطوه لقدام. خلاص طيب. اطلع خطوه لقدام. اهو. افتح ايدك. افتح. افتح ايدك اللي ولا جامدة والله. اقسم هذنبك. والله بتضرب جامد. اللي هتفلت ب10. افتح ايدك. اهو. تعلم. ماشي. تعلم. خلاص هتعلم من غير ضرب. افتح ايدك. هتعلم والله. افتح ايدك. يلا هيشتم شكله هيشتم انت والله. دعوه. مالكش انت دعوه. افتح ايدك. حاضر. افتح. افتح دي. افتح دي. عايز انهي؟ هات دي. دي ولا دي؟ اديله المهريه. ما هتتهري زياده. خافش. شفت انا عارف الاخيره دي بتدي فيها جامد. طب ارجع لورا. ارجع لورا. ماشي وحياتي وربنا يوريك. ماشي ركز معايا. وصلنا لفين؟ البصاره. البصاره بتتعمل ازاي يا ابني؟ حضرتك بنجيب 4 يلعبوا بصره، لو حد بصر تبقى بصاره، ولو ما بصرش تبقى استيميشن عادي، يكملوا عادي. ممكن ما تتكلمش معايا خالص؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.